حد حكى لكم حدوته الخمسة العبط قبل كده؟ تعالوا هحكيها لكم. زمان زمان كان في ملك طيب وعادل. الملك ده كان بيحب دايما يستشير زوجته الملكة في أمور كتيرة جدا من أمور الدولة، لأنه بيثق جدا في حكمتها. وفي يوم من الأيام وقفت في إيده مسألة فعلا، فقرر فورا وبدون تفكير يروح للملكة ياخد رأيها. في الوقت ده الملكة كانت قاعدة مع نساء البلاط بيتكلموا في أمور نسائية. لما دخل الملك حصل حالة إحراج، والملكة اتكسفت جدا، بس أخدت الملك وطلعت بيه بره، وبابتسامة كده قالت له: نعم يا مولاي العبيط، عايز ايه؟ ما فهمش الملك طريقة الملك وقرر ينسحب لجلسته. وهناك قابل وزيره اللي بيثق فيه جدا وحكى له اللي حصل. بس كان رد الوزير غريب قوي. قال له: يا مولاي، الملكة ما غلطتش، هي صنفتك في التصنيف الصحيح ما بين الخمسة العبط المالين الدنيا. الملك ما فهمش، قال له: خمسة عبط؟ قال له: نعم يا مولاي، في 5 أنواع من العبط وانت في الدرجة الأولى. ده النوع اللي بيخش مكان من غير ما يستأذن، من غير ما يتم دعوته، ويقف ما بين الناس يحرج نفسه ويحرج اللي حواليه، وده مفيش منه ضرر قوي، واسمه العبيط المسالم. أما النوع التاني مولاي، فده نوع يكون تم دعوته من أصدقائه، لكنه بيفضل يقاطعهم يقاطعهم يقاطعهم، فلا بيبقوا طايقينه عشان هو عبيط، ولا عارفين يطردوه عشان هو صاحبه، واسمه العبيط المقاطع. النوع التالت يا مولاي هو بيحب يجادل وبس، يفضل يجادل يجادل في أمور لا هو فاهم فيها ولا قاري فيها، لكن مجادلة للمجادلة، وده اسمه العبيط الفج. أما النوع الرابع يا مولاي، وده أخطرهم، فده النوع اللي بيبقى قاري شوية، فاهم شوية، وممكن مكون وجهة نظر، لكن عيبه الأخطر يا مولاي فإنه بيحب يتصيد الأخطاء للآخرين. بيقعد يسمع الناس مش بأي هدف غير إنه يطلع الغلط اللي عندهم ويشاور عليه، فيبانوا هم مش فاهمين وبين هو فاهم، وده اسمه العبيط الخطير. أما النوع الأخير يا مولاي، فده النوع اللي حظه السيء بيخليه مرافق لواحد أو أكتر من العبط الأربعة، بمزاجه بقى أو غصب عنه، لكنه دايما معاه، واسمه العبيط الحكيم. ودول ال5 العبط يا مولاي. فكر كده الملك في سؤال خبيث وقاله للوزير، قال له: طب أنا عرفت أنا فين في ال5 العبط، أنت بقى فين؟ ابتسم كده الوزير وقال له: يا مولاي، أنا وبكل تواضع من النوع الخامس، لأني دايما مرافق لسيادتك. توته توته، خلصت الحدوته. يا رب تبقى عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لايك، لو عجبتكم قوي قوي بليز اعملوا شير، واذا عجبتكم خالص بليز سبسكرايب. ثانك يو، باي.